مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. كان في تعليق من فترة طويلة. ازاي اظبط تكيهات ال128. كل التكيهات اللي هي بتشتغل على نظام طبق او جواطيش. الفيديو ده انا عامله عشان تعرف ازاي بيتم ضبط الكستوبان او الجطاش او الطبق، عشان تبقى فاهم الدنيا بتمشي ازاي. الفيديو ده انا حبيت اعمله مخصوص للراجل اللي سألني من فترة، وانا ما كانش فيه فرصة قدامي ان انا اعرف اعمل لك الفيديو المظبوط. لكن لما جاوبته النهاردة قلت افهم صاحب السؤال على المضمون اللي هو عايز يعرفه. المضمون كالآتي زي ما حضرتك شايف قدام عينك، دي عملية ضبط تكيهات. بيحصل كالآتي: الصباب بيتزرجن لتحت سنة بسيطة، وبيتم نتر الطبق أو القطاش. ضبط الاتجاهات عبارة عن إيه؟ ال 128. عندي الكستوبان أنا في مبيت فوق بيسمح لي إن أنا أدخل جوه المبيت ده طبق قطاش. الطبق ده كالآتي: أنا لما يكون معايا ورقة الفيلر عايز أظبط بيها، أنا ما ينفعش إن أنا أحمل على الصباب بورقة أكتر من 20. يعني أنا ما أحطش ورقة 15 ما تعديش معايا، يبقى كده محمل تحميل جامد. أقل ورقة تقبل معايا في التحميل 20 ورقة، 20 في الفيلر. كده يبقى انا معايا ايه المظبوط حلو. وما بيبقاش في نفس الوقت فاتح ورقة كام؟ ورقة 40 لغاية ورقة 40. يعني 40 انا في اعتقادي فاتح. معاك من 20 ل 30 ممتاز. 40 هيبقى فيه نجرة فوق في التكيه. فاللي بيحصل كالآتي: انا بحط الزرجينة بتاعتي، بزرجن الكستوبان وبنطر الطبق. لما بحط الفيلر والاقي ورقة الفيلر تخينة، فأنا بتخن الطبق، بخلي الطبق محمل وتخين. أنا عندي طبق كتيرة مستويات متعددة. ضبط اتجاهات إلا ما هو أشيل طبق وأحط طبق، أشيل قطاش وأحط قطاش. بمعنى إني بعد ما أنا أفك العمرة، أو بعد فترة جامدة من الحرق بتاع غرفة الحريق، بيبقى في توازن الميزان بتاع الكستوبان فوق، يا اما حمل يا اما فتح، حاجه من الاثنين. يا ترسبات الكربونيه عملت مسافه ما بين الطبق ما بين الصباب، فبالتالي بتعمل تسكيع معايا فوق، يبقى انا عايز احمل. انما لو حصل العكس، الحريق خلى الصباب طبع اكتر في مكانه في القاعده، وعمل لنفسه مكان جوه القاعده، يبقى كده هيحمل معايا فوق. انا عندي نوعين من ضبط الاتجاهات: يا يحمل يا يبقى فاتح. التحميل هيسخن معايا المكنه، والمكنه تاكل معايا بنزين بغزاره وتاخر معايا في الدواره. انما الفتح كل اللي هينتج من المكنه صوت طقطقه جامد فوق، بس ما يأثرش معايا في البنزين. يمكن يعجز معايا نوعا ما في اشواط الهواء، بيعجز في الكربراتير، لكن ما بياكلش بنزين جامد ولا بيسخن العربيه. بس بيطلع صوت من فوق، صوت فظيع، صوت لا يطاق. وفي نفس الوقت مش معنى ذلك ان انا اسيبه، لا، لان ليه مخلفات. الطقطقه الجامده دي ممكن تقطم معايا تقطم معايا الشاكوش بتاع الكاما، او تنجر شاكوش الكاما، تخلي فيه نجره بسيطه فوق. يا ريت تكون انت فهمت انا عايز اوصل لك ايه. اقول تاني معلش للي ما خدش باله من الكلام او ما استوعبش، هكرر كلامي تاني. انا عندي ضبط اتجاهات هنا، بجيب الدفعة اللي هي عليها عدم التحميل من الكامة، وبنطر
الطبق اللي بايت جوه الكستوبان. انا في الكستوبان ورا مبيت لطبق. الطبق ده هو اللي بيتم ضبط اتجاهات بيه. لو انا عندي ورقة الفيلر فيها اريحية، بعوز احمل سنة، اجيب طبق اتخن في السماكة. زي ما حضرتك شايف اللي بيتم قدامك ايه، يتشال طبق تخين خفيف، يا اما العكس، يا اما احط طبق خفيف يا اما احط طبق اتخن عشان يريح معايا ورقة الفيلر. وبعد كده ببيتها جوه الكستوبان. ده المعلم مصطفى اللي انا شغال عنده ظبط كهات. ده في جنة. مصطفى ده في جنة مش في اسيوط. تمام. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تدعمني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. واي حد سألني سؤال، لو انا استنيت على السؤال ده ما ردتش عليه في فترة وجيزة، يبقى انا مستني الفرصة اللي اقدر اعمل فيها الفيديو عيانا بيانا بالشغلانة نفسها. انا ما بحبش اطلع بصورتي في الفيديوهات وافضل احكي على حاجة مش متشافة. انا يمكن فيديوهاتي ضعيفة في الديزاين، بس على قد ما بقدر ببسط لك الموضوع وبفهمك كل حاجة بالظبط. فياريت انت ما تبخلش عليا باشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك والشير لأصحابك عشان أستمر في المعلومات العامة في صيانة السيارات. شكرا لكل المتابعين. محاضرة صعوبات ولا